بلطجية وزجاجات حارقة وقنابل مسيلة للدموع. هكذا استقبل أهل منطقة السكة الحديد يوم الجمعة الموافق 29 إبريل، حيث قامت مجموعة من البلطجية بتكسير واجهات المنازل والمحلات والسيارات. أية حال، طلب المواطنين إلغاء الدوري إذا كان هذا سيهدد أمنهم. وكان لموقع قمت بالبلكونة لقيت ضرب طوب وزلط وسكاكين وكراسي طايرة من أول من عند السكة الحديد لغاية ورا القهوة، لغاية الشارع اللي ورا. بس انتوا الازاز بتاعكم متكسر مش كده؟ العربية متكسرة. ما فيش ازاي يسيبوها واقفة ساكتة كده؟ كسروها. ما فيش يفش، مش عارف يفش ازاي، سقفها وقعوا. يعني مش معقول، يعني احنا عمرنا ما شفنا المناظر دي. انا عندي واحدة مريضة عندها القلب. تعالوا حد يروح من زمايله معاك. ما حصل النهارده ده قله ادب وسفاله من جمهور الاهلي. عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ اول ما نزلوا من السكه الحديد دوروا الضرب وكسروا الدنيا وبهدلوا الدنيا زي ما انتم شايفين كده. هو العمارات متبهدله اول دور والعربيات اكثر من 80 عربيه جايين علشان يدمروا البلد عشان تبقى الشراره من قله الادب من بورسعيد. احنا لحظه وصلنا الجمهور جه ضربنا وضرب الكابتن حسام والكابتن ابراهيم وضربوا افوسه وضربوا لعيبه وكسروا الاتوبيس وكسروا الباب بتاعنا اللي احنا داخلين فيه. مصر بورسعيد والدرب وصلونا الحرق احد المشجعين وانت تعلم الواقع تماما، وانه لفتره نجحنا ان احنا نبعدهم بيعودوا اكثر ضراوه واكثر شراسه.
فين قال له هو طبعا ما فيش اي سبب ان يحصل الكلام ده، يعني ما فيش اي سبب ان يحصل الكلام ده، واعتقد ان انا مش عاوز اقول بقى الشرطه مسؤوله، لان هو الشرطه دي لو جريت بس على الناس دي من غير ما يقعد يحجز كده اعتقد ان هيرجعوا ده على الهوا من الاستاد طبعا كده بالظبط. بس لو حد متخيل دي لقطه قديمه ليه؟ ده ما يحدث الان في استاد بورسعيد. يعني ايه؟ انا مش قادر انا يعني حتى انا مش شايف مشكله تحكيميه، مش شايف كوره فيها شك، مش شايف خناقه بين 2 لعيبه مثلا، مش شايف حاجه. يعني هي الاهلي جاب جول من ضربه ثابته وعادي جدا، يعني انا مش شايف. بالعكس النهارده لما تشوف النهارده حتى الجهاز المصري هادي مفيش مشكله خالص، فالسلوك بتاع اللعيبه في الملعب وسلوك الجهاز الفني بتاع الفرقتين وسلوك الجماهير اثناء المباراه مفيش اي مشكله. طب يعني اللي بيحصل ليه؟ لا واللي واقع هناك ده واقع يعني وبعدين يعني ليهم حريه كده بينزلوا ويطلعوا، يعني هو نزل وخلص خلاص اللي هو عايز، فطلع تاني دلوقتي وللاسف يعني ابعد عنه. خد مرة خليها يا مع الرصيع يا ولاد البتاكة انا متهيألي هيداكوا خلينا هنا امام على فكره ما ممكن بره يحصل حاجه. ولا على الاتجاه بص هم بيتضربوا ولا يا رب يا ابني فكر الانترس اهلاوي يبقى هنا ويموت. تعال صور الملعب عم كله بيرجع على فكره هتلاقي في عيال كتير قوي واخد الكور من هنا. ده كده احسن ناكل يعني. صورني صور والله صور يا عم.
لو جاي على بورسعيد واكتب لأمك وصية علشان هتموت أكيد وملكش أي دية بنقولها لأي حد وخلاص ما فيش هزار هتشوفوا الموت بجد والليلة ضرب نار هتفوقوا على كابوس وهتصحوا على جحيم واللي هيعمل ده كرب مش هيروح سليم. لو جاي على بورسعيد اكتب لأمك وصية علشان هتموت أكيد وملكش أي دية بنقولها لأي حد وخلاص ما فيش هزار هتشوفوا الموت بجد والليلة ضرب نهار هتفوقوا على كابوس وهتصحوا على جحيم. بيفتحوا الطريق امام الجماهير بعد تسليم الكأس وبعد التنظيم ما ينتهي الى الاحتفال داخل الملعب، لكن بهذا الشكل لا. جمهور بورسعيد جمهور عظيم، جمهور كبير، ما نتمنى ابدا ان تكون هناك نوع من الفوضى بهذا الشكل. الحفاظ على لاعبي النادي الاهلي اكيد مطلب اساسي ورئيسي، فقيمه الاهلي وقيمه لاعبيه وقيمه كل مواطن مصري يجب دائما وابدا ان شاء الله ان يكون هناك حفاظ عليها ومتابعه دائما. ايه بقى يعني ايه اللي كنتوا شايفينه وكنتوا متخيلين انها اخرها تبقى ايه؟ اخرها كنا مفكرين اخرها علقه، لا طوب يعني عادي، الاتوبيس بتاعنا هيتكسر، حاجات طفيفه. فوجئنا بقى بالشيء الغريب، الشيء يعني من بدايه دخلنا الاستاد واحنا حاسين ان احنا هنساكع علقه وهنموت فيها. طيب انا عايزك بس ترجع كده، تقعد كده ظهرك كده، تستريح كده عشان يبقى الصوره واصله للناس. انتوا عرفتوا من على الانترنت ان في يعني زي ما بيقولوا ايه غدر متوقع، تخطيطات ومعلومات بتصل لك كده، معلومات متطايره. من مين بقى؟ يعني الناس كلها اللي موجودين بقى على الانترنت كل واحد عنده نظريه. في واحد عمال بيقول ده الطرف الثالث، في واحد بيقول ده اولا احنا ذوقنا من الطرف الثالث. اولا ما عادش حد يقول له ترى، ما عادش حد يقول له حسني مبارك. اعتقد بتوع الترى يعني تكهم خيبه، معلش في اللفظ، ما عندهمش اللي يقدروا يعملوه دلوقتي. خلاص دي ناس انتهت. طيب بعض الناس الثانيه بتقول ده الامن كان مخطط لكم كده. الطرف ثالث ما فيش حاجه، ما حدش يقول الطرف ثالث. انا دلوقتي انا مقتنع بحاجه واحده، ان انا كنت بواجه الجمهور اللي نزل قتلني. انا ما اقتنعش اكتر بكده. اللي يقول لي غير كده يثبته بس بالدليل مش